اشتريتي بطيخة ولقيتيها مسخة وملهاش طعم، مش هترميها. تعالى اقولك هتعملي بيها ايه. هنعمل بيها ايس كريم البطيخ. معقولة في ايس كريم بطيخ؟ ليه لا. تعالوا نعمله ونشوف هيبقى طعمه عامل ازاي. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض ايس كريم البطيخ بطريقة سهلة وبسيطة جدا وكمان طعمه حلو جدا. بس قبل ما ابدأ، لو لسه اول مرة تشوفيني انزلي حالا تحت الفيديو واضغطي زر الاشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بفيديوهاتي الجديدة. عندي هنا بطيخ، كريمة الحلويات كريم شانتيه، وعندي مية ساقعة، وعندي لبن بودر، وطبعا عندي لون احمر. لو انتي حابة تزودي اللون بتاعه شوية بتضيفي، دي الوان طعام. مش حابة مفيش مشكلة. اول حاجة هعملها هاخد البطيخ ده واشيل منه كل البذر اللي فيه، وبعدين نروح نضربه في الخلاط. انا هنا كده عندي الخلاط، هنزل بالبطيخ وبعدين هضيف عليه المية، وبعدين هضربهم كويس جدا. طبعا انا مش هضيف سكر لان البطيخ اصلا فيه سكر، وكمان كريمة الحلويات كريم شانتيه فيها سكر، فانا هكتفي بالسكر ده. تمام كده. وبعدين بجيب العجان، ما عندكيش عجان بمضرب كهرباء او مضرب يدوي، هنزل بالكمية اللي انا عايزاها من عصير البطيخ، وبعدين هضيف عليها كريمة الحلويات كريم شانتيه واللبن البودرة. وزي ما قلت انا مش هضيف اي سكر لان اصلا الكريمة فيها سكر والعصير بتاع البطيخة اصلا مسكرة، فانا مش محتاجة اني اضيف اي سكر. هشغل العجان وهسيب العجان شغال لحد ما تتقل معايا وتوصل للقوام اللي انا عايزاه. وزي ما انتوا شايفين كده القوام بتاع الايس كريم بيتقل وبيزيد. هضيف عليهم بقى نقطتين من اللون الاحمر، وزي ما انا قلت قبل كده لو انتي مش حابة تضيفي الوان مفيش مشكلة، لكن دي الوان طعام ما فيهاش اي ضرر، مجرد بس انها بتزود اللون شوية. تمام كده. وده كده القوام اللي انا عايزاه زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. هفضيه بقى في اي بولة واحطه في الفريزر يتماسك كويس، ونرجع نشوفه تاني بعد ما يطلع من الفريزر. وده كده ايس كريم البطيخ بعد ما طلع من الفريزر، طعمه حلو جدا، وتقدري تعمليه لو انت اشتريتي بطيخة ولقيتيها مسخة او ملهاش طعم، بدل ما ترميها تقدري تستخدميها في حاجات كتيرة جدا، واولها ايس كريم البطيخ.
وكده فيديو النهاردة خلص، وعملنا ايس كريم البطيخ بطريقة سهلة وبسيطة جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك. صحة وعافية، بحبكم في الله.